خلاص، كسبت وانبسطت وحقك. احنا خسرنا كورة، ما خسرنا في الملعب، وانت راجل عملت اللي عليك واشتغلت واجتهدت وكسبت وانبسطت، تمام. محدش يقدر يكلمك، محدش يقدر يقول لك ما تفرحش. افرح، هات اخرك. بقالك دلوقتي 4 5 ايام ما شاء الله ما فيش، ما خليتش تريقه، والتريقت لعيبه طلعت قالت ما في الخمر دونجا ولعها. مش عارف قصه دونجا ده ايه، ما علينا يعني. دونجا نبقى نرجع له. اللي هو يعني دونجا ده مثلا حاسس انه جايب بس مع الزمالك 40 بطوله، والاهلي كان عايزني وانا ما رحتش، ما رضيتش اروح، وقصه طويله عارضه وزيطه يعني، زيطه. والكابتن شيكابالا قال لك اللعيبه عندنا ب10، ما فيش اي مشاكل. انت كسبت، حقك، انبسط، زيط، هات اخرك. ما حدش يقدر يلوم عليك. المطلوب بقى اللي احنا زي ما احنا يعني الاهلي وجمهور الاهلي، ما فيش واحد اهلاوي طلع ادى مبررات للفريق، ولا حد قال ظروف خارجيه ولا عوامل خارجيه ولا مساعدات ولا اشتغالات، ولا حد اتكلم. كله اتكلم على الاهلي وعلى الفريق، واحنا اللي قصرنا، واللعيبه ديت ما تستحقش تكسب، واللعيبه دي خسرت في الملعب كوره، والحكم ما حدش جاب سيره الحكم، محدش اتكلم، محدش ادى مبررات. المطلوب بس انت فرحت وانبسطت، تفتكر الايام دي. محدش قلل من فرحتك، محدش عكن عليك، محدش قالك انت فين. كله احترم نفسه وواجه مشاكله. ممكن دي النقطة اللي مخليها الأهلي في حتة تانية على فكرة، إن جمهور الأهلي عمره ما بيدي مبررات للعيبة. اللعبة بتاعتنا كانت زي الزفت، واللعبة بتاعتنا هي اللي خسرت، محدش ساعدها، واللعبة استهترت، وفي حالة تسيب، وكله قال الكلام ده. بس المطلوب منك بقى كجمهور الزمالك اللي أنت تحترم المنافس بتاعك على الأقل زي ما هو بيحترمك. ده هما يا أخي يعني، واحد بيقول لك يعني بوسط لدرجة إن مثلا ممكن برغم العوامل والمساعدات والبتاع وإحنا كسبنا. ماشي، طبعا الكلام ده اي كلام يعني، حتى انت بتدي لنفسك مبررات للفشل اللي جاي وانت ناجح، حاجه يعني ما علينا برضه، انت حر. بس المطلوب عشان تبقى في منافس شريف لازم تتعامل بشرف. يعني ما تحبنيش، ما تحبش الاهلي، مش مطلوب منك تحب الاهلي، بس احترمه. شوف الاهلي لما بيخسر، جمهور الاهلي اللي انت بتقول عليه جمهور بيب بيب ومش عارف ايه، بيتعامل ازاي مع فريقه. احنا بنسلخ الفرقه. الاهلي واخد 30 بطوله، يعني واخد البطولات كلها، خسر بطوله، سلخ، سلخ كانه ما خدش ولا بطوله. ما حدش ادى لنفسه، ما حدش قال لا ارهاق ولا بتاع ولا مساعدات ولا ما حدش اتكلم خالص. كله الفريق وحش، الفريق مقصر، الاداره الفنيه كانت زي الزفت، اللعيبه كانت زي النيله، كله. وده الصح، لازم تتعاملوا كده. لازم يعني يبقى في منافسه شريفه باحترام محترم. احترمني وانا احترمك، حتى لو انت بتحبنيش عادي، حقك. بس زي ما انت كسبتني وانا ما فتحتش بقي، لما اكسبك ما تفتحش بقك. بعد في اليومين التلاتة أربعة اللي فاتوا دول، احنا شفنا كل أشكال السخرية والإهانة من لعيبة الأهلي ومن الأهلي على كل التلفزيونات والسوشيال ميديا، وكأن الأهلي بيخسر بقاله 20 سنة، كأن ده مثلا الماتش ال20 على التوالي إن الزمالك يكسب في الأهلي. وعادي، حقك. محدش قالك ما تفرحش، هات آخرك، هات آخرك. محدش يقدر يلوم عليك. بس لما أنا أجي أكسبك، ما تعلقش شماعات، ما تعكنينش عليا. يعني زي ما انت لما بتكسب انا ما بعكننش عليك، لما انت لما اكسبك ما تعكننش عليا. ما تطلعش تقول ده الحكام
عملت كذا، ده الظروف عملت كذا، ده الاهلي، ده تركي آل الشيخ كان ادى كلم الحكم في الموبايل وانت مقتنع. يعني انت بتقول الكلام ده وانت مقتنع. ده تركي آل الشيخ كلم الحكم بتاع الفار في التليفون، قال له احسب الكرة جول، عشان كده انتوا خدتوا السوبر. ده احنا لنا كرة ايمن اشرف في نهائي القرن بلانتي، الحكم ما حسبهاش عشان مرتشي. ده قبل الماتش بتاع نهائي القرن، هم طلعوا لعيبه كورونا، اهم لعيبه في الفرقه كورونا، على الرغم ان هم مش اهم لعيبه في الفرقه ولا حاجه. يعني مش يعني الاهلي كان في ديانج، كان في الوقت ده اهم لعيب في نص الملعب، في اهم لعيب في نص الملعب في الاهلي، وطلع من ضمن الناس اللي اتاخد عيناته اللي كان ايجابي وما لعبش الماتش، مش بس لعيبه الزمالك. بس اتقال ان هم طلعوا اهم لعيبه في الزمالك كورونا، هم كانوا حازم امام تقريبا وعبد الله جمعه. فانت حضرتك لما انا اكسب ما تضايقنيش، زي ما انا ما يضايقتكش، او ضايقتك بس في يعني ايه، يعني يا عم ماشي، ما انت اول مره تكسب، ماشي يا عم ما انت محروم، اللي هو الكلام بس لا جبت سيره حكام، ولا جبت سيره الظروف، ولا قلت لك انت عملت، ولا قلت لك انت مين ساعدك ولا مين ما ساعدكش، ولا فتحت بقى، سبتك، جبت اخر. المطلوب اللي انت تحترم، يعني احنا نحترم، على الاقل يبقى في احترام، نفهم الكرة، نتعامل مع الكرة صح بشكل مظبوط. كرة فيها وارد فيها اي حاجة، وارد ان الحكام يغلطوا، وارد ان تبقى فرقة مش موفقة، وارد ان انت تكسب، وارد ان انت تخسر، كل حاجة واردة. هي كورة كده. المطلوب بس اللي انت تبقى عارف الكورة بس بجد. انما بقى شغل الشماعات والقصص اللي احنا عايشين فيه في مصر ده مش موجود في الكورة، مش موجود اصلا اللي عند الزملكاوي عموما يعني. انت عادي، ما الف مبروك، ما حدش قال لك ما تفرحش، بس افتكر الايام دي، لان لسه الايام كتير اللي جاي كتير، وبالغ، بالغ في فرحتك براحتك، محدش قال لك لا، بالغ هات اخرك. بس وانت بتفرح افتكر ان هيجي ايام صعبة، لان انت كنت في ايام صعبة. افتكر ان انت بتتعامل مع نادي كبير، نادي يعني اللي حلو عنده اكتر. افتكر ان انت بتتعامل مع البابا بتاع الشغلانة، ومكسبك منه بطولة حتى لو سوبر مش سهلة، وان انت تعاملت مع الموقف مش انه موقف عادي. هو مش انجاز اللي انت تكسب سوبر، بس انجاز اللي انت تكسب من الاهلي سوبر، عادي حقك.